شاء الله متحف الذرمان الأحساء المبرز. يا مرحبا فيكم، حياكم الله. أسفرت وانورت واستهلت وانطرت. معاكم أخوكم سعد بن إبراهيم الذرمان، وهذا متحف والدي إبراهيم بن عبد الله الذرمان. الله يعطيك العافية. أول ما نبتدي فيه عندنا الدرع اللي هو العثماني مع خوذة وقميص ورمح وبعض الأسلحة القديمة اللي حابين نعرج عليها طبعا، اللي هي الغدارة. الغدارة هي عصا لكن داخلها سيف. سميت غدارة أنها فيها غدر، لأن إذا جاء العدو لشخص يفكر أن عنده عصا وهي في النهاية اللي هي سيف. هذه غدارة. اي نعم، يسمونها غدارة. وإن شاء الله كل هذه أشياء مقتنيات الوالد. مقتنيات الوالد الله يغفر له، الله واللي اشتراها الله يغفر له ويرحمه. وهذا خنجر بعد كذلك. الله ما شاء الله. من أقدم الأسلحة عندنا المقمع. معروفة المقمع. أهل الجنوب يمكن إلى الآن يستخدمونها، لكن قبلها في شيء يسمونه أم فتيل، ما فيه زناد. اي نعم، ما شاء الله. أم فتيل ذي ما فيه زناد. شوف المقمع فيه زناد موجود، لكن هذه يكون اللي هو راعي البندق جايب له فتيل ولفها هنا أو خيش، ويجيبها الخيش يكون من بدايتها مولع بنظة، ويدخلها في الغرفة اللي هنا ويخليها تثور عقب ما يحشيها بالبارود. ما شاء الله. أو يدكها بالبارود. هذه صندقتشة ولا؟ نعم صندقتشة لعدة الشاي. ما شاء الله. شبابنا اليومين اللي أحبوا الرحلات البرية عندهم شنطة جاهزة. قديما مسوين صندوق يسمونه صندقتة، يحطون فيه البيارات ولا هو جميل ما شاء الله. طبعا بريق قزاز اللي داخلها. ما شاء الله ما شاء الله. السلة القطيفية اللي نضع فيها الأشياء الموسمية مثل الرطب مثل التين، مثل الأشياء الموسمية لأهل الحساء نضعها للفواكه أو الأشياء اللي تؤكل. نجي الدلال. ما شاء الله. شنو الأول واحدة القريشية. هذه. نعم. طبعا ليش سميت القريش؟ لأن صاحبها اللي من أسرة القريش أو غيره يسمى قريش. دلة قريشية. اي نعم، فحط عليها ختمها اللي هو القريش. والثانية البغدادية والثالثة الشامية. كيف نعرفهم؟ من اختلاف التفصيل. لما صاحب الدلة عارف شلون تفصيله وعارف شلون الشيء اللي سواه. لو شفت انت لاحظت الدلة الإحسائية مخصرة غير الدلال الأخرى حقتها الشامية ولا هو البغدادي. صح. ما شاء الله. هذه كلها دلال حسوية. الأغلب نعم، في شيء دلال حسوية ومن التفصيل مثل ما قلت لك اللي هو زي هذه تشوف اي نعم اللي هو بغدادية. نعم. وفي مثل هذه النجرانية ذي اللي في النص اللي تشوفها مخصرة من فوق، هذا بعد من الدلالة. يعني الوجار ها؟ اي نعم. ما شاء الله. يعطيكم العافية. هذا صورة مين هذه؟ هذا بن عطاء الله يغفر له ويرحمه، راعي الطرف. هذا راعي المثل اللي يصدق سد بن عطاء. اي ما شاء الله. وجياتكم يا عبد الله. بعض شهايد الوالد اللي هو حصل عليها الله يغفر له ويرحمه في بعض المشاركات. اي ما شاء الله. نبتدي هنا بالشيخ عبد الله العكلي رحمه الله، من علماء المبرز، من العلماء المشهورين عندنا في الأحساء، الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عن. جسدنا انها مطوع وحطينا له الفلكة وحطينا له كرسي المصحف، بعض الأشياء اللي يحتاجها المطوع. ما شاء الله. قرآن كريم مخطوط في عام 1171. ما شاء الله. وفي نهاية المصحف اللي خط القرآن الكريم موثق التاريخ فقط واليوم اللي كتبه فيه، لكن ما وثق اسمه لأنها وقف لله تعالى. وكتب في نهاية المصحف: أيها القارئ الكريم، إن من شيم الكرام ستر عيوب الناس، فاستروا عيبي إن وجد غلط. الله بس يرحمه. هذا اللي كتب. الله يرحمه. قدح من الخشب جميلة ما شاء الله. منجم بالفضة. الله. بعض الأقلام رؤوسها ذهب، الباركر القديم، كل واحد على شوف قلم 45 اللي هو ما شاء الله. هذا بشتخته لتاجر اللؤلؤ اللي هو يسمى الطواش. الطواش ما شاء الله. جميلة. الجهة هذه فيها عملات. من أشهر العملات اللي احنا حاولنا نحصل عليها عملة الأحساء قديما في وقت بني خالد طويلة الأحساء. ما شاء الله.
الوالد الله يغفر له ويرحمه كان أول أرامكو يأخذون في وقت الصيفية، يشتغلون الطلاب بعد ما يطلعون من اللي هو المدرسة في العطلة الصيفية، واشتغل الوالد الله يغفر له في أرامكو. هذا بعض شهايده الله يرحمه ويغفر له. هذا مقتنيات أرامكو اللي كانوا يستخدمونها في اللي هو الكانتين أو في المطبخ. الجهة هذه الفترينة دي كلها تخص الرجل، كلها أشياء الرجل. لو جينا للنظارات، أدوات الحجامة، الله يكرمك ويكرم السامعين، اللي هو علبة التتن اللي كانوا يستخدمونها لللف. أدوات الحلاقة. الأشهر عندنا إناء من جوز الهند، كانوا يجيبونه الحجاج السنود اللي جايين من بلاد السند اللي هو الهند والباكستان وغيره، لأنه يكثر عندهم جوز الهند مكتوب عليه الله أكبر. يسمى الإناء هذا كشكول. كشكول. لما تيجي عند الطالب اللي في الجامعة عنده دفتر يسمى كشكول، مأخوذ من الكشكول. الإناء هذا يجيبه الحاج وهو جاي الجزيرة العربية، هنا ما في مكان مطاعم، فكان يطر منه يطق البيوت يعطونه شوي أكل. إذا حصل له بير كان ينزله اللي هو يشرب منه. إذا وصل الميقات يحرم منه، يسبح ويحرم منه. هنا أواني زجاجية، أشهرها المرشات. المعروفة المرشات اللي يحطون فيها العطور ويطيبون منها. هنا المجباه، إناء فخاري لحفظ السوائل الثمينة مثل السمن مثل العسل، ويكون داخله مدبوق بمادة يكون أملس عشان لا يلتصق فيه المادة اللي وضعوها فيه. هنا ما شاء الله في تعريفات حلوة يعني. الحمد لله الوالد الله يغفر له ويرحمه، هذا تعريفات من الوالد وكتبناها وعلقناها على بعض المقتنيات الرئيسية اللي احنا نشوفها مهمة في كل فترة. تعريف بالأشياء القطايع. إناء يسمى غرشة. هذه غرشة مو فخار، توضع فوق حب الماء. ويكون فيه غريبة الفتحات هذه الفتحات فيها يكون فيه تجويف من الداخل، والنتوءات ذي الطلعات اللي فيها الموجودة يعلق فيها هيل عشان يعطي ماي جميل. والله الهيل نعم نكهة. ولما يجي الشخص يشرب يكون يحل الهواء مكان اللي هو الماي، ويقوم يغرد يطلع صوت. سبحان جميل. التليفونات القديمة المعروفة، الهندل، مكواة الملابس، الصاع اللي ذكره الرسول اللهم صل وسلم عليه في زكاة الفطر. هنا الأدوات القفول والأدوات اللي هو حقة المزرعة والألعاب الشعبية، لوائح السيارات قديما لكل منطقة مسمى، المنطقة الدمام أو اللي هو نقول أحسا والطائف. ما شاء الله. هنا كل ما يخص المرأة، من حلي من ذهب، وعلب البودرة وعلب الحليب الكوكيز. هذه المعرشة هذه أي واحدة اللي تقصد؟ اللي هنا ولا إيش؟ وعندك اللي هو الديرم. استخدام الحريم هو أكثر شيء ما يستخدمونه الحريم. بعض الألعاب زي سهم كمل. هذا اللي هو هنا جسدنا اللي هو صندوق الحجية، بعض المقتنيات اللي كانوا يجيبونها من مكة. بعض الألعاب، مكاين الخياطة ما شاء الله، وسلة ملابس، سلة قطيفية مثل اللي وريناكم إياها في المجلس قبل شوي. هذا حجم أكبر للملابس لحفظ الملابس، وذيك للأشياء الموسمية. صورة موجودة داخل المتحف، هذا من أحد الصور. ما شاء الله صندوق كبير هذا المبين. هذا اللي هو الصندوق بعد ما توفي الوالد الله يغفر له، حطينا أغراض اللي يستخدمها في المتحف ذكرى له الله يغفر له يرحمه. صورة الهفوف، مدرسة الهفوف، المدرسة الأولى بالهفوف. لو تلاحظ أن الطلاب بشوتهم بالخلف كلها معلقة موجودة. حتى قصرية الأحساء، الرجال الموجودين في الأحساء عموما عيب على الرجل أنه يطلع من دون بشت. صح. الهودج اللي يوضع فوق الإبل للسفر. هذا ما شاء الله هودج. هذا شو اسمها؟ هذا خرس غير الحب حق الماء. هذا خرس لحفظ التمر. يضعون فيه التمر، يحفظون فيه التمر. غير خرس اللي هو غير حب الماء، هذا خرس يسمى. سنة 1352 تقريبا. هذا عليها تاريخ. هذا خرس. هذا خرس نعم، صناعة عمانية 1300. الإناءين اثنين هم
من عمان. هذا خرش لحفظ التمور، مصنوع في عام 1352 من مصنع اللي هو العدوي. حنا يعني نعرف اصحاب المصنع وزرناهم نعم في عمان في منطقه بهله او ولايه بهله. هذا حق القرش صح؟ الله هذا يقولون ما هو بقرش، نوع من انواع السمك لكن لا يسمى ظاهر قرش، يكون له بوز فيها اللي هو سبحان الله زي الاسنان. ما شاء الله. يسمونه قرش من شلون بعضهم يسمونه. وله اسم اخر اللي عرفت. هذه شمعه يستخدمها البحاره، يستخدمونها في اللي هو في اللنجات مول، لان تكون الشمعه دائما على فوق بشكل هندسي، انه مهما يجي الموج تكون الشمعه بالاعلى. ما شاء الله. هذا حب الماء. حب ها؟ هذا حب الماء اللي هو حب حساوي. شفت اللون؟ ايه لونه خضر شوي. ايوه. تفضلوا هنا الله يحييكم. باب من جذوع النخل اللي هو باب الله يكرمكم ويكرم السامعين، من اللي هو حق سماده، حق اللي هو دواب، يعني باب اللي هو حق الحوش. ايه ما شاء الله. هذا شو اسم القسم هذا؟ هنا المطبخ. مطبخ ها؟ كلها اواني اللي هو منزليه. ايه. قديما كانوا اللي هو يطبخون على البرمه الطين. ايه. بعدها جاتنا الاواني من الهند. لما تشوف القدر هذا اللي يستخدمونه الاول يقول حق هريس، يستخدمونه اللي هو يسمونه قدر بمباوي. اذا رحنا المطاعم الهنديه نشوف نفس نوعيه القدر هذا، لانه جاي من بمبي من الهند، لانه يكثر عندهم صناعه اللي هو النحاسيات والحديد. بعدها جات اواني الصب من الدوله اليوغوسلافيا اللي تفككت، وعلمتها قضار. هذا الاسدين. ايه. هذا اللي هو الاصليه. اول دفعه جات من الدوله في شكل يسمونه خد المنديل، شكل وحده يسمونه خد المنديل. بعدها جات شكل ابو شعله اللي هو الله يكفيني شر شعله النار. بعدها جانا اللي هو ابو جبل اللي زي هذا الاشكال دي. يعني هذا بالتدريج. هذا بالتدريج. بعدها جات الاشكال الاخرى. ما شاء الله. سباج. شو اسمها؟ سباج. سباج ها؟ نعم هذا يسمى كله سباج. هذا الحالة يسمى اسقى. اسقى اللي هو كيف استخدامه هذا؟ استخدامه اللي يضعون فيه الحليب. حليب من الابقار، وتقوم راعية البيت اللي هو تخض في اسقى، حتى يقولون خض اسقانا يا الباشا. في اللي هو النشيده الاول يقولونها النساء. والصميل الحديد. لكن ممكن في ناس قالوا لا يسمى صميل. قلت لهم انا اللي اعرف ان الصميل حديد واللي هو اسقى اللي يكون جلد، وعلى حسب الماده اللي توضع فيه. ان وضع فيه اللي هو لبن صار شكوى، ونوضع فيه سمن صار عكه، ونوضع فيه حليب صار اللي هو اسقى. يعني له عده، وان صار فيه ماء يسموه قربه، له كل هو واحد، لكن على حسب الماده اللي توضع فيه داخل يتغير اسمه. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. اهل الحسا ما يرمون شيء من النخله، حتى اللي يصنعون منه الله يكرمك مداس نعم. الله لا. ما شاء الله. كل حاجه هنا تخص النخله. يمكن في اشياء بسيطه مثل النداف اللي هو نعم اللي هو الوتد هذا اللي يستخدم اللي هو للندافه اللي هو ينفش فيه القطن. هذا زي الله ينعم الله يكرمك يوضع على اللي هو الدواب. ما شاء الله. يعني المقتنيات ما شاء الله كلها من النخله. نعم كل حاجه من النخله. اهل الحسا ما يرمون شيء من النخل الا الشيء القليل جدا اللي ما يستفاد منه. جميل. يعني التركيز على الجانب هذا. هذه محالة صدر. محالة ها؟ محالة توضع فوق المركب. لو لاحظت المركب هناك بالزاوية اللي يصدرون منها الماء. طبعا لإخراج الماء يسمى تصدير. يصدرون الماء. يعني الأحجار هذه ربا. اي سمى ربا. اي ربا يجيبونها من صخر، يجيبونها اللي هو يكسرونها الاول في مناطق موجود عندنا في المبرز عند بلديه المبرز قديما. ايوه. كان في منطقه يكسرون منها اللي هو يطلعون منها الربا والصخر حق بناء البيوت. هذا اللي بنى البيوت. اي نعم اللي بناء البيوت. يعني هذه مكسره مو بنها. اي مكسره. والله جايبينها يعني جايبين حاطينها في المتحف انها حتى لو تلاحظ اللبن هنا موجود من الطين، ويوضع معها اللي هو يقوي يدعم الجدار نفسه. جميل جدا. الله يعطيك العافيه. إلا صاحبه يكون عنده ما شاء الله قدرة مالية. الباب ضخم جدا ما شاء الله. السفرة هذه يا أبو إبراهيم مدورة ضخمة جدا جدا. تستخدم للأشياء المناسبات مثل وقت التمر مثل أشياء كبيرة. ما شاء الله. هذا الدكان دكان الحارة ما شاء الله اللي هو ماكينة البيبسي.
اوه يجيبون الثلج طبعا من الصبح، يحطون فيه اللي هو علب البيبسي ويكون بارد جاهزه. اول كان يسمى كعكي كولا هذا المورد، إيه. شركه كعكي. بعدين إيه. سميت كوكا كولا، ولا اسره ينقال لها كعكي كولا. ايه ما شاء الله. جميل. هذا البقالة مختصرة جدا. هنا ماكينة قهوة، هذه ماكينه قهوه هاي ما شاء الله. تستخدم انجليزيه اصليه، إيه. تستخدم دي في المحلات طبعا، مش إيه. داخل البيوت. إيه. مثل ما قلت لك الحسن ما يرمون شيء من الخلا. هذا قلة التمر اللي ذكرها الرسول اللهم صل وسلم عليه عندما عرج به الى السماء ورأى سدرة المنتهى. ايش قال؟ قال ثمارها كقلال هجر. هذا قلة تمر الحسن. الله ما شاء شيء الله. شرف لنا اهل الحسن أن يذكر ان ثمار سدرة المنتهى كقلال هجر، يعني كان مثل قلتنا، قلة اهل الحسن. هذا قلة حقة التمر. نعم. هذا يوضع فيها التمر. يوضع فيها التمر، اذا يوضع فيه التمر اذا بيروح الى مناطق بعيده غير الحسن إيه. يطلع برا الحسن. الله يعطيك العافية. وهذه ايش هذه؟ هذا كرسي المصاخن. اوه كرسي المسخنة. كرسي مصاخن، عاد تعبان ما يقدر نحط فيه مصاخن لانه خايف إيه. انه يجي شيء اللي هو لا ما شاء الله. ولا القدور. المصاخن شوية كلها من تفصيل اللي هو اللي شفتوه الخرس. اصحاب المصنع هذا هم اللي في عمان هم تفصيل. ايه ما شاء الله. وهذا قدور قدور كبير. قدور زواجات. نعم قدور اللي هو قدور ضخمة جدا. قدور نعم للزواجات. ما شاء الله. هذا نفس القدور الصغار اللي مساعد. الله الله اي نعم الصناعة الهندية. ما شاء الله. بمباوي. هذا مرقوع القدر يعني. ما شاء الله شو القدر الكبير ذا. الله الله اي نعم. سحبة. وهذا الله يكرمك قاري. القاري. ما شاء الله ما شاء الله. تفضل تفضل. ما شاء الله. هنا غرفة أجهزة. غرفة ايش هذه؟ أجهزة. أجهزة. أجهزة مثل بشتختات ما رواد شاء الله. وتلفزيونات. ريحة المكان خشب قديم. الله الله. وعندنا اللي هو ماكينة 64. هذه الاسطوانات البلاستيك. إيه. هذه الاسطوانات القار السوداء. ما شاء الله. ماشي السيارات. بعض الديكور نعم أشكال السيارات القديمة. جميلة ما شاء الله. طريقة صفها ما شاء الله جاي متدرج. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. تفضل الله تفضل. ما شاء الله ما شاء الله. تفضل تفضل الله يحييك. ما شاء الله. هذه غرفة غرفة المعاريس. المعاريس. ما شاء الله. سرير. أوه. صناعة هندية قديمة، لكن من هو اللي يملك السرير في ذاك الوقت؟ إيه. ذاك من ذاك اللي عنده سرير. ما حد يقدر يملك سرير، ولكن اغلب العالم الله يغفر لهم ويرحمهم ينامون على الارض. هذه صناديق، صندوق اللي هو خشب سيسم. إيه. مرآة خلفك مكتوب فلتحيا الأحساء وعليها الأعلام التركية قبل توحيد المملكة العربية السعودية. إيه ما شاء الله. السرير الجميل. الله سرير الأوليين. ما شاء الله ما شاء الله. جميل جدا. عندنا حذاء يستخدمه الرجل في الشتاء ايه يسمى زربال. زربال ها؟ اي جمعها زرابيل، ويصنع الى الان ما في شاء اللي هو القريه اللي هو حقت اللي هو الحرفيين. ايه باقي في شخص يصنعهم. يعني هذا حساوي. اي نعم شغل حساوي، يكون من الجلد ومن اللي هو خيش. ما هو بخيش، نقول اللي هو من اللي هو اعوذ بالله من الشيطان، يكون من القطن او غيره. ايه ايه لا جميل جميل. ما شاء الله. هذا بشت قديم ها؟ نعم نعم بشوت اللي هو القديم الاحسائيه. ما شاء الله. بشت قديم جدا. من المدخن قديم من صناعة اللي هو أتوقع أنها صناعة اللي هو نجد، أتوقع نجدي. والله أعلم. أنا ترى أعطني معلومة يعني من عندي، ما هو باللي هو ما هو بأكيدة. ما شاء الله. ممكن أصحاب اللي هو اللي مهتم في اللي هو المباخر صحيح. هو اللي تراث أفهم. نجدي شكله. وهذا مغزل مغزلة. يستخدمونه النساء البدو في غزل الصوف. إيه. وتلفزيون فيليبس طول هذا وقصر بس طف وشغل، ما في لا تقول اللي هو غير قناة ولا حاجة. إيه. ما فيه شيء زيادة. ما شاء الله الله يبارك. الله هذا الشتاء. طبعا ما شاء الله في يعني في نماذج للابواب. سام طال عمرك. الباب الأول اللي نشوفه في إيه. فتحة في النص يسمى باب أبو خوخة. هذا ابو خوخه.
الباب اذا صار صاحب البيت ما شاء الله يملك مال وعنده بيت كبير، يخلي باب بيته كبير، لانه يدخل الله يكرمك القاري اللي شفناه، يمكن يدخل داخل البيت ينزل اغراضه وحاجه، يخلي الباب كبير ويحط الفتحه هذه للعيال لدخوله راعي البيت، بدل ما يكشف البيت كامل يكون يفتحون الفتحه الصغيره. اذا احتاجوا الباب كبير، عندهم عزيمه او عندهم حاجه بتدخل داخل البيت، فكوا الباب الكبير يسمى باب ابو خوخه. وهذا بعد نموذج من الابواب البيوت. ما شاء الله. نموذج اخر من ابواب البيوت يكون له صفقتين. جميل. وهذا باب بيت الله يغفر له ويرحمه الشيخ عبد الله العكلي اللي صورته داخل المتحف. هذا باب بيت. ما شاء الله. الله يغفر له ويرحمه. من أراد الرزق الواسع وسعة العيش ورغد العيش فليكثر من سبحان الله وبحمده، فهذا هو مفتاح الرزق. فإذا الله أعطاك نعمة وأعطاك خير ونصرك ومكنك ورفع اسمك وذكرك وشرح صدرك وقضى حوائجك، فالثناء على الله أن تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. لذلك آخر ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يردد قبل وفاته سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. كله ما شاء الله. ولقد هشام